النهاردة هتتعلم ازاي تبص بواقعية لحياتك وتبطل تقارن نفسك باللي حواليك. هتتعلم ازاي تنبسط باللي عندك وتخطط لمستقبلك علشان تعيش الحياة اللي بتحلم بيها وتبطل تقلد حياة الناس او تقع في فخ تمني حياة شخص تاني. هتتعلم ازاي تبطل مقارنة اللي عندك باللي بتشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي. الموضوع ممكن يكون صعب شوية في البداية، بس صدقوني الرحلة تستحق التعب، ودي الطريقة الوحيدة للوصول للحياة اللي بتحلموا بيها. أنا متأكدة إن الكتاب هيغير حياتكم. مستعدين؟ يلا بينا. بطل مقارنة. المقارنات بتقتلنا. حصل معاك قبل كده انك فتحت حساب شخص وتمنيت للحظة لو كنت عايش حياته، وقعدت تتفرج على صوره وبدأ انبساطك من حياتك يقل؟ ما بقتش اي حاجة بتفرحك، وهتفرح بس لو كنت عايش حياة فلان ولابس لبسه وبتروح الاماكن اللي بيروحها. بطلت تستمتع بتجربتك في الحياة، والحاجة الوحيدة اللي بتفكر فيها ان حياة الناس احسن من حياتك. وقعت في فخ المقارنات، سبت نفسك لشخص ما شايفه أحسن منك على السوشيال ميديا يأثر على الطريقة اللي بتصرف بيها أو الطريقة اللي هتقضي بيها حياتك. تعقب الآخرين وهم بيحسسك إنك عايز أكتر. وقوعك في فخ المقارنات مش بس هيسرق سعادتك، هيسرق معاها أموالك. لو ما قدرتش تسيطر على وحش المقارنة هتفضل تصرف علشان تواكب أحداث الترندات، ويكون عندك زي ما عندهم بلا هدف. موبايلاتنا وتطبيقات التواصل بتمثل شبابيك على حياة الناس. يعني لو واحدة من النص التاني من الكوكب ما تعرفيهاش أصلا اشترت شنطة جديدة، بتحسي إنك عايزة نفس الشنطة. فاحنا بنلعب لعبة مش هنكسبها أبدا. ده كمان اللي بنشوفه مش هو الواقع، ده واقع محسن، استعراض لأفضل حاجة. بنبذل أقصى مجهود علشان نظهر أحسن حاجة عندنا، بنروح لأبعد الحدود علشان نخلي كل التفاصيل مثالية. بنتصور 50 صورة مختلفة قبل ما ننزل الصورة الأفضل. مقارنة نفسنا بالناس مش هتوصلنا إلا لطريق مسدود، واللي بنشوفه مش دايما بيبقى حقيقة. بنقارن نفسنا بأوهام لحد ما حياتنا ما بقتش كافية بالنسبة لنا. وعلى الرغم من إن وسائل التواصل الاجتماعي هي أسهل طريقة للمقارنة، ما نقدرش نتجاهل برضو المقارنات اللي بتحصل في حياتنا الواقعية. فبغض النظر عن المرحلة اللي بتمر بيها في حياتك، هتلاقي دايما حد بيشتغل أكتر منك، بيسافر لأماكن أبعد، بيشتري أكتر مهما حاولت أو عملت أو اشتريت. وتكتر قائمة الحاجات اللي بتقارن نفسك بيها، من أول اللبس لحد العربيات والمدارس. سألت نفسك قبل كده امتى هتبطل تقارن نفسك بالناس؟ الإجابة للأسف لأ، مش هتوقف. بس تقدر تحط حد؟ أيوة طبعا. العلاج بيبدأ من الداخل. لما تفهم إن المقارنات بتقلل ثقتك في نفسك، بتحسسك إنك أقل من الناس، بتخليك مش واثق في مظهرك. لكن بمجرد ما تخلي تركيزك كله على حياتك، تقدر تحول دفة الأمور الحياتية والمالية في اتجاه أهدافك انت، لأنك ببساطة مش شايف الصورة الكاملة لحياة الناس اللي انت شايفها مثالية. ما تعرفش ايه اللي بيحصل خلف الكواليس. انت مش عارف اللي بيحصل ولا عمرك هتعرف. فافتراضاتك الحلوة او الوحشة ملهاش معنى. افتراضاتك مش هتغير واقع الناس دي ولا واقعك انت كمان. احنا اللي بنعمل كده في نفسنا، بنزود علينا ضغوطات ونصرف كتير من المال والطاقة والتركيز في محاولة تحقيق صورة مثالية مش موجودة اصلا. احنا بشر. ما تلومش نفسك عن الافكار اللي بتدور في دماغك، لكن اتحمل مسؤولية افكارك. هل هتسيب المقارنات تكتر لحد ما تغرق في عدم الرضا، ولا هتبطل الافكار دي دلوقتي وتبدأ تستمتع بحياتك؟ مش هتقدر تسيطر على تصرفات الناس، اللي تقدر تسيطر عليه هو رد فعلك عن افعالهم. عود نفسك على عدم المقارنة، سيطر على افكارك وردود افعالك، وتجاهل حياة الناس. وهقولك دلوقتي تعمل كده ازاي. اول خطوة، غير نظرتك للامور. زي ما قلنا ان اللي بنشوفه مش واقع، هو مجرد تسليط الضوء على بعض جوانب حياتهم. فما تثقش دايما في افتراضاتك عنه. الخطوة التانية، شجع اللي حواليك. مقارنة نفسنا بالناس بتمنعنا من تشجيع الناس اللي بتبذل جهد كبير علشان يحققوا نجاحات، والاحتفال بإنجازاتهم. ما تحسش انك هتخسر لمجرد ان شخص تاني كسب، فنجاحه ملوش علاقة بيك. احتفل بنجاحهم بإخلاص واستمر في العمل على تحقيق نجاحك. الخطوة التالتة،
التالتة، امتلك أشيائك. حلو إن يكون عندك حاجات جميلة، لكن ما تسيبش حاجاتك دي تمتلكك. أحيانا بنستسلم لرغباتنا في امتلاك الأشياء اللي فاكرين إنها هتسعدنا، لكن بمجرد ما نمتلكها بنبدأ ندور على حاجات تانية. في الحالة دي انت مش بتمتلك الأشياء، هي اللي بتمتلكك. بتتحكم في حياتك، بتسرق دخلك لحد ما تبقى عبد للاستهلاك. وعلشان حياتكم تاخد شكل تاني بعيد عن المقارنات، علاجها حاجة واحدة، هي الرضا. ايه هو الرضا؟ الناس الراضية مش لازم يبقى عندها أحسن حاجة، لكنهم قادرين يستغلوا اللي عندهم على أكمل وجه. الرضا مش مرحلة هتوصل لها وقت ما يبقى معاك مبلغ معين من المال، هي مرحلة بتوصل لها نفسيا وروحيا، نوع من السلام اللي بيحل في روحك، فتفهم ان مهما كان عندك كتير او قليل فهو كفاية بالنسبة لك. الرضا بيحسسكوا بالاكتفاء، فتبقوا سعداء باللي معاكم. لكن ده مش معناه انكم ما بقاش عندكم اهداف للمستقبل او مش بتحاولوا تطوروا من نفسكم، ولا معناه ان يبقى عندك لا مبالاة او بتختار تفضل واقف في مكانك من غير ما تعمل اي حاجة جديدة وما بقاش عندك رغبة في التحدي. الرضا يعني يبقى عندك سلام في حياتك واستمتاع حقيقي من غير ما تربط سعادتك باللي انت عايز تحققه في المستقبل. ومش هتقدر توصل للرضا لو فضلت باصص على حياة غيرك. جه الوقت انك تقفل الشباك اللي بيطل على حياة الناس وتبعد عن الاعلانات اللي بتحاول تقنعك ان ناقصك حاجة. قضوا الوقت ده وركزوا طاقتكم على اللي عندكم فعلا. بصوا لأهلكم وصحابكم وبيوتكم ووظايفكم وكل الحاجات المهمة في حياتكم، وحسوا بالرضا. والامتنان والتواضع هما مفاتيح الرضا. علشان تخلي حياتك مليانة بالرضا، اعتقد ان ده بيبدأ بقلب ممتن. حاجة كويسة لما نقف وقفة كده مع نفسنا من وقت للتاني ونفتكر النعم اللي بتملى حياتنا. والتواضع هنا مش معناه التقليل من قيمة نفسك، معناه انك تفكر في نفسك اقل. يعني ما تخليش نفسك نجم العرض بشكل مستمر، وفي نفس الوقت تدرك نقاط قوتك ومواهبك وانجازاتك. لو نجحت في تحقيق التوازن ده هتكون بدأت طريق الرضا الحقيقي. واكيد مش هتوصل له مرة واحدة، لكن خطوة بعد خطوة وقرار بعد قرار هتقدر تغير اتجاه حياتك وتبقى راضي وتتحمس لحياتك اللي بتعيشها. وفي النهاية ومع مرور الوقت هتتعلم ازاي تعيش حياتك انت مش حياة الناس. باقي الكتاب بيتكلم عن عادات مالية وامور تخص الميزانية والادخار والديون، الاحسن نتكلم عنهم في فيديوهات تانية. وبس كده، اشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.